السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير واحسن حال. النهارده هنعمل تورته يا جماعه، هنخاطر ونعمل تورته بمكونات بسيطه وسهله جدا وموجوده في البيت. معانا 4 بيضات ونص كيلو دقيق اللي هو الاسبونج ده بتاع التورت، كوبايه سكر، كوبايه لبن، باكو سمنه من الصغير، 2 فانيليا، 1 بيكنج باودر، ايه تاني، محسن جيل ومحسن جيل. نبتدي بسم الله كده ونعمل ايه ال4 بيضات كده باكو فانيليا ونضربهم او بالمضرب كويس، نحط عليهم السكر، كوبايه سكر، وده كوبايه لبن بالقشطه بتاعته كده، ودي نص كوبايه زيت، لان انا هحط دلوقتي نص سمنه برضو، يعني هي على بعضها ايه كوبايه سمنه وزيت، كله كوبايات كده مسهلين على بعضنا. اي نوع سمنه انت بتحبيه او زبده بقى، شوفي انت هتحطي ايه وتستعملي ايه الموجود عندك حطيه. ده محسن جل حطيت منه معلقه كبيره كده بس، لان هحط بيكنج باودر برضو للامان. بدأت اضربهم بقى، عندك مضرب بيض اضربي، عندك تحطهم في الخلاط اوكي ما فيش مانع. انا بقى قعدت اضربهم بالمضرب ده الصراحه لحد ما لونه ابيض كده بقى، قمت نازله عليه بالدقيق. ده دقيق شوكولاته، احنا مختارينه بالشوكولاته. حطيت عليه البيكنج باودر اهو، والباكو الفانيليا التاني الاولاني انا حطيته مع البيض عشان ريحه الزفاره يعني. قعدت اضرب الصراحه ما شاء الله كانت عايزه تتاكل كده وهي طريه، كانت تحفه ما شاء الله اهي بالشكل ده كده. قعدت اضرب فيها جامد كده اكنها في العجان، لو عندك عجان اي صينيه بقى انت بتحبيه. انا كنت الصراحه هعمل ده رقيق كده واعمله رول، ورجعنا قلنا ايه هنعمله تورته وخلاص. ده كانت هي شديده اوي كده، حطيت عليها شويه لبن بس واديتها تقليبه كمان، فرشتها ورق زبده وقمت ماسحه ورق الزبده بقى بمعلقه سمنه وزيت كده بالفرشه، وقمت ايه حاطه الكيكه بتاعتنا. كنت انا ساعتها مشغله الميكرويف يسخن. دي صينيه تانية برضو فرشتها كده بالدقيق، بس قبل الدقيق دهنتها سمنه وزيت ماده دهنيه يعني، قمت عاملاها بدقيق ومصبه فيها بقيه الكيكه. الفرن بتاعنا كان سخن اهو، دخلت في الكيكه الاولانيه ما شاء الله زي ما انتوا شايفين ما خدتش حاجه، بيسوي الحاجات دي حلوه قوي اهو. بوريكم ان هي استوت يعني، كان معايا اللي هو المسلاك ده اللي بنشوف بيه. دي بقى كانت كوبايه كاكاو بالشوكولاته وكوبايه لبن، قعدت الفهم لحد ما بقوا ايه مسحوق كده جميل شوكولاته. هنا كنت بوريكم الكيكه بتطلع من الورق الزبده اهو. الصراحه ده كمان ورق شفاف اللي هو بتاع المدارس ده، عندك ورق زبده حطي مش هيقول حاجه. بخليها من الجناب اهو. انتي قسميها 2 بقى، عايزه تعمليها كامله اعمليه، دي حاجه تبع راحتك بقى. بدات افرشها بالكريمه، الصراحه كان الجو يعني حر نار، سايح الكريمه مع اني كنت حاطاها في الفريزر. بدات ادهن فوق وتحت اهو كده. ودي الشوكولاته اللي احنا كنا مجهزينها حطيتها على الوش كده تعمل اي شكل، شكليها انت على ذوقك بقى. انا حطيتها كريمه كده فوق الشوكولاته وعملتها تمويجه، وقمت ايه رسمه ورده بس كده وخلاص. احنا الصراحه مكناش مستنيين نرسم الورده كمان. دي بقى بتاع كور شوكولاته، اي حاجه انت بقى عايزه تحطها حطيها، مكسرات شوكولاته فاكهه براحتك. دول كانوا
كانوا بقى شوية كريمة باقيين، ودي حروف الكيكة بتاعتنا، قلنا ندورها برضو كده ونعملها اي حاجة. عملنا لها اعادة تدوير. حاطه دي كريمة بشوكولاتة يا جماعة، كنت مجهزاها برضو لو عملنا اي شكل او كده. فالصراحة ايه، استسهلنا وعملنا الوردة بالكريمة وخلاص، لان هي ما كانتش محتاجة شغل كتير عليه. ودي اللي هو الكاكاو باللبن، شوكولاتة برضو تانية اهي، وعليها حبة كريمة، وادينا تمويجة كده ما شاء الله. ما تنسوش بقى تحطوا لايك والاشتراك لو عجبكم الفيديو، وشير للقناة يا جماعة، يوميات نونة. شكرا لكل متابع شرفني في قناتي، ووجوده في قناتي والله شيء يشرفني. شكرا لكم كتير. يا رب بس يكون الفيديو عجبكم. حاجة بيتي وسهلة ولذيذة جدا اهي، في ثانية ما خدتش ساعة تسوية وتجهيزات واعدادات وشغل في الفريزر كده. متنسوش بقى تحطوا لايك والكومنت الجميل بتاعكم وشير للقناة، عشان نجيلنا اي مشترك جديد كده ونرحب بيه، والقناة تكبر بيكم وبدعمكم لينا.